سيداتي انساتي سادتي، اهلا بك في توزيع عسيلي. احنا لسه بنحفر في الايجو، في الانا بتاع حضرتك. وبعدين احنا وصلنا فهمنا ان الايجو شغلته انه يفصلك عن العالم، وفهمنا ان انت شغلتك انك تضيع اثر الفصل عن العالم عشان ترجع تتوحد تاني مع الكون. مش عارف مين بالظبط في الحقيقه صاحب الصوره دي، بس كل يعني الناس بتاعت اللي بيذاكروا المساله بتاعت اليونيتي دي، انك ترجع تتوحد تاني، توحد تاني مع الكون، بيتكلموا على في صوره مهمه جدا، مش عارف مين اللي انتجها، يعني ان حضرتك عباره عن نقطه في المحيط. كويس؟ يعني ايه نقطه في المحيط؟ يعني لو انت طلعت نقطه من المحيط وقلت لها انت مين، هتقول لك ايه؟ مش هتقول لك انا نقطه في المحيط، هتقول لك انا المحيط. فكروا بقى ان هو ده دلوقتي يعني ده المانشات ان حضرتك نقطه في محيط كبير. كويس؟ كويس. لما جينا اتكلمنا على البني ادم وهو عمال يزكي نفسه، يرتقي روحيا فوق الانا بتاعه، فيبدا يقاوم الانا ده، مش مقاومه يعني، يبدا يبوش الانا. خلوا بالكم كويس، الانا عمرك ما تخانق معاه. يبدا يقلل تاثير الانا على حياته، ويقلل تاثير الانا على حياته، ويقلل تاثير الانا على حياته. اول ما تاثير الانا يقل كفايه، يبدا تاثير الذات والروح ينضح عليك، تبدا تبقى عايز تكون الشخص اللي انت جيت الدنيا تكونه، تبدا تبقى عايز تمشي في الطريق اللي انت جاي الدنيا عشان تمشيه، الطريق اللي هو كله بتاعنا كلنا بيوصل في الاخر عند حته واحده اللي احنا جايين منها ورايحين لها، الله رب العالمين. في اخر المشوار ده انت المفروض نحس بالحكايه بتاعت اليونيتي دي، التوحد ده، التوحد مع الكون تاني ده، عشان ترجع في المكان اللي جيت منه وانت في رحم امك مولود، قبل ما تتولد، وانت قاعد مغمض عينك، وبالنسبه لك الكون كله هو ده، انت والكون شيء واحد، ما تعرفش فرق اصلا، ما تعرفش تقول انا. واحنا كبار كده نقدر نوصل لنفس المكان اللي بدأنا منه، باننا نرجع نبقى نقطه في المحيط الكبير، واحنا في وسطه، مش جزء منه، لا احنا المحيط. كل نقطه هي المحيط، لان المحيط عباره عن نقط، وصحيح مليارات النقط، بس نقط. طيب، جبنا سيرة الإيجو هو بيمتد بطريقة مش طبيعية. لما الأب والأم يحسوا إن أولادهم امتداد ليهم، فيفتكروا إن ده معناه إن هم عايزينهم يبقوا على مزاجهم، فيمارسوا سلطة ضدهم عليهم عشان يخلوهم يبقوا على مزاجهم هم. وإزاي إن ده شيء طبيعي، اتكلمنا عن إزاي ده حاجة طبيعية، عشان العيل الصغير وهو صغير محتاج الحمايه بتاعت الاب والام. فعشان كده، عشان يحسسوا بملكيته، يعني ربنا عامل كده عشان يخلي الاب والام ما تعملش مع بتاع ده ان هو بتاع كده مرمي في لا ده، انت الايجو بتاعك هيمتد عشان يبقى ده جزء منك على فكره، عشان تخلي بالك منه لو انت يعني مش متطور عندك الموضوع بتاع تخليه البال من حاجه ده. وبعدين لما كبر بقى واجب عليك ان انت برضو تروح ساحب الايجو بتاعك لورا. لا، الايجو بتاعي مش هيفضل يضم على فكره اولادي. الايجو بتاعي اصلا لو انا ما ببوشوش، هو عايز يكبر ويكمل سيطره. بعد ما يسيطر عليك الايجو عايز يسيطر على اللي بعدك. فالحكايه بتاعت العيال دي بتحصل اوتوماتيك، يروح مسيطر على عيالك، وبعد كده عايز يسيطر على بقيه الناس اللي حواليك، عايز يسيطر على اكبر اكبر اكبر. فانت لما تعمل الحكايه دي، الايجو بتاعك لما سيطرته عليك انت نفسك تقل، يبقى طبيعي جدا ان سيطرته على ما حولك هيقل. تعالوا نشوف بقى مثال تاني لازاي الايجو بيكبر بطريقه مش طبيعيه. المثال بتاع الاهلي والزمالك، السود والبيض والحمر والصفر، الجماعات الاسلاميه. ايه اللي بيحصل في التكوينات دي؟ بيحصل في التكوينات دي ان الناس البيض مثلا في امريكا لحد يعني من عشرات سنين قليله فاتت ولحد النهارده في العالم كله، حتى وهو يعني حتى هم محميين بالقانون وكده، العنصريه ما تزال يعني شيء كبير جدا في العالم وبيحرك كتير منه. يحصل انه مجموعه من الناس يقولوا، يتلاموا حوالين بعض كده ويقولوا احنا كتله واحده وما دوننا الناس التانيين.
يحصل كده طبعا باين قوي في المثال بتاع بيض وسود ده، بس يحصل كده في الكوره كمان. هو يعني ايه انت اهلاوي متعصب؟ يعني ايه انا اهلاوي متعصب؟ يعني انت بتحب فرقه الاهلي فبتبقى مبسوط لما فرقه الاهلي يكسب؟ ده حاجه ظريفه جدا. يعني لو ده اللي بيحصل، ان انت بتحب الاهلي فالاهلي لما بيكسب انت مبسوط، ده شيء كويس. بس لما انت تبقى بتحب الاهلي ويبقى معنى كده ان انت بتكره الزمالك، زي بالظبط الناس. هو وحش يعني الناس البيض يحبوا بعض؟ اطلاقا، يعني نظريا مش وحش. بس هو ليه الناس البيض لما بيقعدوا مع بعض بيكرهوا الناس السود؟ طب وهو في مشكله يعني في ان يبقى في مش قصدي يعني على الاخوان تحديدا، بس يعني اي حاجه، يعني مش قصدي جماعه اكس. فهو وحش ان ناس تتلم على بعض كده ويقولوا حتى بالبق احبك في الله وكده وبتاع، ويعملوا اسره كبيره وكده وحاجات ويحبوا بعض؟ لا مش وحش. بس هم ليه الناس دول بيكرهوا من ناس تانيين؟ ولو عايزين تنفوا تهمة الكراهية عن الجماعة اكس، طب هو ليه الناس دول بيحبوا نفسهم اكتر ما بيحبوا الناس تانيين؟ الموضوع بدأ يبقى فيه حاجة محيرة، لان في شيء يبدو انه حلو لانه حب، بس على طول اول ما تبص هو بيطلع ايه؟ لا ده مطلع سم هاري في كل الامثلة دي، واي مثال ممكن تفكر فيه. حتى لما تفكر على سكيل صغير جدا على العلاقة بين جماهير الكورة، لا دي مش علاقة طبيعية. ما ينفعش تكره واحد عشان هو بيحب الزمالك، يعني ده شيء مجنون. يعني مفيش حاجه اسمها كده خالص. ما ينفعش تفرح تتشفف واحد عشان هو اهلاوي والاهلي خسر، يعني ايه ده؟ ده ايجو كبير. ما هو الحقد بيجي من عند الايجو، والغيره بتيجي من عند الايجو، والكراهيه بتيجي من عند الايجو، ورفض الاخر بيجي من عند الايجو، وكل الحاجات الوحشه في الدنيا بتيجي من عند الايجو. طيب لما تروح بقى لاي جماعه من الجماعات اللي ذكرناهم دول وتبص تلاقي الكتله دي، انت ممكن تفتكر ان الكتله معناها ان الايجو باش فاحنا بقينا كلنا واحد. لا يا حبيبي، اللي بيحصل في الحاله دي ان الايجو بتاع حضرتك اصلا الجماعه دي تكبره. يعني انت اصلا رايح الجماعه مع فرض ان انت رحت، يعني هو غالبا عشان تروح لازم تروح بحته ايجو قد الايجو بتاع الكتله دي. وبعدين لما تروح هناك الايجو الكبير بتاع كل واحد في الناس دول بيتلم على بعضه ويعمل ايجو جمعي اكبر. بس الناس دول لسه ده مش حب اصلا. ليه؟ ده مش الغرض بتاع المسألة اللي احنا بنتكلم فيها دي. ليه؟ عشان دول مش متصلين بحاجة، ده مش حب، دول متجمعين عشان ينفصلوا. انت اصلا طلعت الايجو فصلك، وانت شغلتك انك تبوش تاني في الكون كله عشان ترجع مكان ما جيت في الله. طب وانت دلوقتي لما تلم الناس حواليك ايا كان الغرض، حتى لو انتوا خلي بالك الطاقية المهمة جدا، الطاقية اللي لابسها سيبكم من موضوع الاهلي والزمالك والابيض والاسود عشان طواقيهم يعني مختلفة، بس المثال بتاع الطاقية اللي ملبوسة في التجمع الديني طاقية مخيفة اكبر بكتير من بقية الطواقي. ليه؟ لانها طاقية بتقول له انت الفئة الناجية، انت الوحيد هتروح الجنة، انت الوحيد ربنا بيحبك، انت الوحيد اللي بتعمل الصح. عشان كده بيبقى عندهم تلك القدرة على انه يروح الجماعات الارهابية يعني عنده القدرة ان هو يروح يضرب بومبا يفرقع في الناس. ايه يا معلم انت بتعمل كده ازاي؟ انا الفئة الناجية يا معلم، انا اعمل اي حاجة، انا الراجل قال لي انا بعمل صح، هم دول الناس بايظة فانا بصلحهم. مش فيك انت، ما عندكش مخ. طيب ولو الناس دول بيحبوا بعض فعلا، لو ده ما يجمع بينهم هو الحب، كان هيطلع ايه؟ كان هيحصل ايه؟ كنا هنعرف ازاي الحكايه دي؟ كنت هتبص على المنتج بتاع تجمع البشر ده. لا، في حاجتين مهمين. اولا كنت هتبص على المنتج بتاع تجمع البشر ده وتلاقي اللي طالع منه حاجه حلوه. الحب ما يطلعش حاجه وحشه خالص. اليونيتي، التوحد، الجمع، الذوبان ما يطلعش حاجه وحشه. اللي يطلع حاجه وحشه هو الفصل، السيبريشن. عشان كده الايجو بيطلع فينا اوحش ما فينا، وعشان كده الايجو بيطلع في تلك الجماعات اوحش ما فيهم. طيب انا دلوقتي جوه الجماعه، اي جماعه دول، انا بقى التراز، انا مش عارف ايه. خلي بالك لو انت هناك في الالتراز وكل موضوعك انك بتحب نادي الزمالك، فلما نادي الزمالك بيكسب انت بتتبسط، والحكايه دي ما بتغذيش الانا بتاعك، مش عارف ازاي ممكن ده يحصل، اتفضل خليك. لكن لو انت بتكره اي حد بسبب ان انت في الجماعه دي،
لو انت بتغير من اي حد بسبب ان انت في الجماعه دي، لو انت لما بتقعد مع الجماعه دي الايجو بتاعك بيتغذى احنا احنا احنا، لان هي بالضروره هتعمل كده. ما هو طبيعي ما دام انت رايح تقعد اصلا في معقل الفرقه البيضاء او الفرقه الحمراء والناس التانيين بقوا الناس التانيين، طب ما انت قاعد اصلا بتغذي السيبريشن في راسك، انت عمال تغذي الانفصال في راسك، بس انت منخدع عشان انت كام الف واحد ففاكر ان ده توحد. لا، ده مش توحد، ده فصل. ايه الحاجه التانيه المهمه؟ الحاجه التانيه المهمه احنا قلنا في التصور اللي انا حكيته لكم في الحلقه اللي فاتت ده، ان اول ما الوعي بتاعك يمتد بره جلدك ما بيوقفش عند حته. قلنا ان الطيبه والخير والحب والكرم وحب الخير للناس وي مش ممكن لو أصلة، لو طبيعيين، لو جايين من مصدر الخير جواك، لو جايين من الله نفسه عندك، مش هيقفوا عند حد، دول هيمتدوا ده يلفوا الكوكب كله. انا عايز كل الناس تبقى كويسين. دايما طول عمري استغرب الناس ائمه الجوامع وامي كمان بتقعد دايما في الدعاء اقول لها اشمعنى يعني يوم تقول ربنا مش عارف يشفي مش عارف ايه، واولاد المسلمين ايه، واولاد المسيحيين مالهم؟ طب واولاد اللي مش مسلمين خالص يعني مش مهم يخفوا خليهم عيانين. يعني ايه امام مسجد يدعي للمسلمين؟ ازاي بتدعي للمسلمين؟ يعني ايه تدعي للمسلمين؟ فصل. ازاي تبقى واقف في الجامع بيت الله الواحد رب العالمين كلهم اللي خالق الكون كله، عشان انت تبقى من ضمن الناس اللي بتحاول تساعد اللي بيسمعوك على انهم يروحوا يبوشوا في الكون كله اللي هو واحد بيجمعوا الله، اللي انت واقف تتكلم باسمه وتقف تفصلهم عن بقية الناس. هل يستوي؟ لا، ما يستويش. طيب انا دلوقتي جوه الجماعه اكس والكلام ده لسبب الهي اكيد ملوش علاقه بيا داخل راسي. اعمل ايه؟ يعني اعمل ايه دلوقتي؟ يعني اسيب الجماعه اللي هي انا بقى فيها من وانا صغير، اللي هي فيها لا فيها المحبه ايه؟ دي مش محبه. مين قال لك ان دي محبه؟ المحبه لا تنتج فصل. اسيب الاسره لا تنتج فصل، الاسره حب. اسيب اليونيتي الوحده، دي مش وحده ولا يونيتي، لان دي بتنتج فصل. انت كل موضوع تعمل ايه بقى في الحكايه دي؟ تعمل ان انت تدرك ان انت على فكره مش محتاج اصلا تبقى جزء من اي حاجه. انت اصلا الكون، انت اصلا نقطه في المحيط. هل في عمركم تتخيلوا ان في شويه نقط في المحيط هيروحوا جايين مع بعض كده وعاملين نفسهم احنا اكس؟ لا، مستحيل يحصل. ليه؟ لان هم كلهم عارفين انهم جزء من المحيط. احنا نقطه في المحيط، احنا المحيط. فانت مش محتاج حضرتك على فكره تنتمي لاي حاجه في الدنيا صغيره، لان انت عندك لو عايز تنتمي فعلا، لو عايز تبوش، انت عندك الكون كله، عندك الله نفسه، عندك كل حاجه. كل اللي عليك انك تشيل كل حاجه فصلاك عن كل حاجه، تبقى انت كل حاجه. الموضوع بسيط جدا. طيب تعالوا عشان تكتمل الصورة دي في راسنا، تعالوا نصغر المقياس اللي احنا عاملين نشتغل عليه ده. تعالوا نروح عند الحب. حب بقى حب، مش احنا قلنا ده حب كبير وبعدين بصينا فيه لقيناه مش حب اصلا ولا نيلة؟ تعالوا نطبق ده على اتنين بيحبوا بعض. لقيت سريعا كده في تصور، يعني التصور بتاعي انا، يعني انتوا عارفين يعني مش سر، البشريه بترغي عن الحب بقى لها من ساعه ما جينا في 20,000 سنه الناس عماله ترغي عن الحب، وبعد كده هيفضلوا يرغوا على الحب برضه. نحاول نفهم ايه الشيء ده. في تصوري بسيط، الحب نوعين. حب بجد زي ما انت كده نوعين. انت نفسك طلعت اتنين، انت طلعت ذات متوصله بروح متوصله بالله، وطلعت انا متوصل بعقلك جاي من كل اللي انت تعرفه من اللي عدى عليك في حياتك، بس اناني نفعي ما يحبش غير نفسه، عايز مصلحته، عايز يفرض سيطرته، عايز يكوش، عايز انت طلعت اتنين. الله والعلاقات اللي بيننا وبين الكون طلع فيها اتنين. انت متصل بالكون منين؟ انت متصل بالكون من هنا، من ذاتك، من روحك، ولا انت منفصل عن الكون بالانا بتاعك، ولا بالانا بتاعك جنب الانا الكبير التاني بتاع الناس اللي جنبك وانتوا منفصلين عن الباقي؟
لما ندخل بقى على الحب يا اما من الذات للذات، حب ارواح، حب الله الف بين قلبين، في كيوبيد في مش فاكر عند الاغريق ولا اليونان، اله الحب ده اللي هو الملاك اللي سهم فجاه 2 ناس يقابلوا، الله ايه ده اللي حصل هنا، ده حب يا معلم. طيب، فاول نوع من انواع الحب او النوع الاصلي الوحيد من انواع الحب هو بين الارواح وبعض، بين الذوات وبعض. حد بيحب حد لحقيقته، حتى لو هو نفسه ممكن ما يكونش شاف حقيقته لسه. ممكن المحب يشوف جوه بعد شكل حد وتصرفاته، ويشوف حقيقته اللي جواه اللي هو نفسه لسه ما شافهاش. قد كده الحب عظيم، وبيديك اكسس، بيديك قدرة على اختراق الناس. النوع الثاني من انواع الحب، النوع الثاني من انواع الشيء اللي الناس بتفتكره حب، الحب الغير حقيقي، هو حب منتج من عند الانا. يعني ايه؟ يعني حضرتك مثلا وحداني موحود كده، فهو انت وحيد كده، الايجو بتاعك عايز يحميك من الوحده، لان الوحده بتحسسك ان انت مش كويس كفايه، بتحسسك ان مفيش حد عايزك، بتحسسك مش عارف ايه. فالانا بتاعك عايز حد يحبك، عايز حد يبقى بتاعك، عايز حد يبقى معاك، محتاج. فاكرين بقى الكوز بتاع الشحاته؟ انت محتاج حب، انت عايز حب، انت مش حاسس ان انت كويس وعايز حاجه تحسسك ان انت كويس. وده حب؟ ده مش حب خالص، ده شغل انا. فالحب بتاعك لحد، اول الناس خلي بالكم، الانا قادر على انه هو يخليك تقعد سنه بتفكر في حد ما بتعرفش تنام بالليل، مش شرط خالص يبقى حب. وحتى لو هو حب بين الذات والذات، بين الروح والروح، هو العلاقه بقى هتتعمل منين؟ بين الاثنين بعض. هنعمل علاقات بالانا، ما احنا بنتعامل مع بعض بالانا، هو انا لو ما فيش انا ما مش هعرف الفرق بيني وبينك. فانا اصلا ما دام في علاقه ايا كان شكلها، يبقى احنا الانا بتاعتنا احنا الاثنين في علاقه. تعمل ايه عشان تعرف؟ تعمل ايه عشان تعرف تشوف المنتج بتاع اللي بيحصل هنا ده ايه؟ وانت مع الشخص ده بيحصل ايه؟ بيحصل ان انتوا قاعدين طول النهار تتخانقوا على ان انت بتحاول تفرض سيطرتك على الست دي، وهي بتحاول تزاوغ منها، هي بتحاول تخليك تعمل الحاجات بمزاجها وانت بتحاول مش عارف ايه، هي بتحاول تاخد منك حاجه، انت بتحاول تاخد منها حاجه، انت بتديها حب فتقول لها فين بتاعي، انت بتعمل لها حاجه فتقول لها فين انا عملت لك كده، انت عملت لي ايه؟ ما ده كله شغل انا. اما وده بيطلع منه ايه برضو؟ عشان تشوف المنتج نفسه ده النتيجه بتاعته ايه. هو احنا عاملين ازاي مع بقيه الناس؟ هو احنا لما بقينا مع بعض بقينا بنحب الناس التانية اكتر، ولا بنقعد نفسن منهم ونغير ونقوم مش عارف ايه ونتكلم عليهم وما نحبهمش ونفصل؟ الحب بيخليك تنفصل، العلاقه اللي بينكم وبين بعض دي بتخليكوا تنفصلوا ولا بتخليكوا تتوصلوا بالكون؟ العلاقه اللي انتوا فيها مع بعض بتخليكوا شويه ميه عاملين نفسهم حاجه لوحدهم، ولا بترجعك وتبقوا انتوا الاتنين نقطه تاني في المحيط؟ مش عارف، عايز اقف هنا. 2 بني ادم، ذات وانا، 2 حب من الذات ومن الانا، 2 علاقات بين البشر كلهم وبعض من الذات ومن الانا، ونفس القاعده تنطبق عليهم كلهم. اول ما انت تتوحد مع الكون تبقى نقطه في المحيط، يبقى انت بتبقى زي ما انت المفروض تكون. اول ما تحب حد، الحب شغلته في الدنيا انه يساعدك في الارتقاء الروحي ده. بدل ما انا لوحدي هضطر يعني اخد الرحله دي لوحدي، وانا بشيل الفصل المخلوق في طبيعتي الانويه عن الكون وارجع تاني. انا هعمل كده وانا معايا حد بحبه. لما تكون فاكر نفسك بتحب حد وتلاقيه بيفصلك، اعرف ان ده مش حب. لما تلاقي نفسك مع ناس وبيفصلوك، اعرف ان دي حاجه وحشه. بس كده، فكروا في الكلمتين دول، والحلقه الجايه نكمل ان شاء الله. سلامات.